السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة هعمل جلاش بالمكسرات تحفة. لونه ذهبي ومقرمش، بجد حلو جدا بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان ممكن نعمله بنفس الطريقة دي من غير مكسرات. شايفين التوريقة؟ وطريقته سهلة جدا. واحنا واقفين في المطبخ بنجهز غدا هنعمله، مش هياخد منا وقت خالص. والنتيجة ما شاء الله تحفة. واخد لون ذهبي كده من تحت ومن فوق. والطريقة بقى بجد سهلة جدا جدا، أسهل مما تخيلي. نسمي الله ونصلي على الرسول. في الأول كده هجيب حلة ونعمل الشربات، عشان عايزين يكونوا بارد ويكون تقيل، ما يكونش تقيل قوي، يعني كده متوسط. أحط كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية. هولع عليهم بقى البوتاجاز، وبعدين أول دقيقة كده ودقيقتين لحد ما السكر يدوب، هروح حط عليهم نص عصرة ليمون. وبعد كده هسيبهم كمان 10 دقايق يغلوا، وبعد كده هنقلهم في حلة تانية او في وعاية تانية عشان يبرد. حوالي كوباية الا ربع كده من السوداني. احط عليهم 3 معالق جوز هند، طبعا الحشوة زي ما انت عاوزة. احط عليهم معلقتين كبار سكر، والسكر ده ضروري عشان بيمسك الحشوة انها استحالة تقع من قلب الجلاش. اي مكسرات عندك ممكن تحطيها عادي، بس ما عدا الزبيب. يبقى حطيت السوداني، عليهم 3 معالق كبار جوز هند، وعليهم معلقتين سكر عشان يمسك الحشو. نجيب بقى السمنة سيحتها، وبعدين حطيتها في طبق كده. وجبت بقى الصينية اللي هعمل فيها الجلاش، دهنتها بالسمنة كده من الجوانب ومن الأرضية. ونجيب بقى الجلاش بتاعنا، حوالي كيلو الا ربع من الجلاش. ده جلاش مغلف مش اللي هو السايب. كان عندي لفة وجبت عليها واحدة من بره، يعني حوالي كيلو الا ربع من الجلاش. جبت بقى اول ورقة كده، ونحاول على قد ما نقدر اول ورقة هحطها ما تكونش متقطعة، تكون يعني سليمة. وهوزع بقى السمنة بالشكل ده كده. مش عايزة احط سمنة كتير، على قد ما انا عايزة اوزع السمنة على الورقة كلها. يا ريت بقى لو انت اول مرة بتشوفي قناتي ومش مشتركة تنوريني باشتراكك، وتعملي لايك للفيديو ومشاركة مع اصحابك وحبايبك. دي حطيت تاني ورقة، وادهنها برضو بالسمنة كده. طبعا السمنة بتبقى حلوة قوي في الحلويات الشرقية خصوصا. لو انت عايزة تعملي بزبدة مش هتبقى حلوة، لان الزبدة بيبقى فيها خض، بيبقى يعني فيها نسبة سوائل، فهتتحرق منك ومش هتبقى حلو. ويا سلام بقى لو تعمليه بسمنة بلدي بيبقى حلوة جدا جدا. طب لو انت عايزة تحطي زيت مع السمنة عادي خالص، ممكن تحطي سمنة على زيت، بس تحاولي يكون زيت ما يكونش له ريحة. خلاص كده. جبت بقى الحشوة هوزعها على الجلاش بالشكل ده كده. حطيت ورقتين من الجلاش، وبعدين حطيت الحشوة، ودي تالت ورقة. لو في ورقة متقطعة بنحطها في النص. ومسحة سمنة برضو كده على الجلاش. طبعا انت هتعمليه بنفس الطريقة ديت من غير مكسرات لو انت حابة. الجلاش بيتعمل بطرق كتيرة قوي، دي من اسهل الطرق اللي ممكن تعمليها للجلاش. الجلاش طبعا بنحشيه بالكنافة، وفي بيتحشي بالمكسرات زي الطريقة دي كده. وبتحشي بالمهلبية او القشطة الكدابة. ممكن تعمليه سادة زي ما انت عاوزة. وهبدأ بقى اتنيه بالشكل ده كده، حوالي 3 عقل من الاصبع، زي ما انت شايفة كده. خلاص كده ما شاء الله معايا زي الفل. حاطه ده بقى في الصينيه اللي احنا دهنينها بالسمنه، واعمل كمان واحده معاكم. دهنت اول واحده بالسمنه، ودي تاني ورقه. يبقى بحط ورقتين تحت، وبعدين احط المكسرات، وبعدين احط ورقتين كمان على الوش. يبقى 4 ورقات. طبعا النقط الشفافه ديت مش مقطوعه،
هي عشان فرد الجلاش على الرخامة، فباين يعني انها ايه شفاف. ما بنكترش حشو ولا حاجة من المكسرات، وبنحاول ايه ما نجيبش يعني ايه على الحروف بس. يا ريت بقى ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبي لي تعليق حلو كده مني. دي الورقة التالتة اللي على قلب الحشوة، ولازم نوزع السمنة كويس جدا على ورقة الجلاش. ما بنكترش سمنة ولا حاجة، بس لازم نغلفها بالسمنة حلو قوي عشان تبقى مورقة معانا. خلاص كده، ديت الورقة الرابعة. ايه رأيكم بقى في الطريقة؟ مفيش اسهل من كده، دقايق وهنكون مخلصين وما بياخدش وقت خالص. الجلاش ده عشان مغلف، اللي بيبقى طازة بجد بيبقى حلو قوي. بيبقى الورق بتاعه متماسك شوية، بيبقى حلو عن اللي هو المغلف ده. فبتعامل معاه يعني بالراحة خالص على قد ما بقدر. وهبدأ بقى ان انا اتنيها بالشكل ده كده. بعدين هشيلها احطها في الصينية. خلصت بقى كل الكمية اللي هما في الجوانب دول. عشان الصينية صغيرة عملتهم رفيعين شوية، وتقريبا كانت الحشوة خلصت. ما فضلهمش يعني حشوة، عملهم يعني فاضيين، لفهم كده فاضيين. وقطعتهم بالشكل ده كده 7 في 8. وبعدين بعد ما هقطعهم هدهنهم بالسمنة. ما ندهنش سمنة الا ما نقطع الاول عشان الورق ما يطلعش منه. دي بقى كان بقية الجلاش عملته في صينية مدورة، فعملت 3 في النص كده. وبعدين عشان ما هيش مستطيلة قطعت واحدة عملتها، حطيت نصها في الشمال ونصها في اليمين زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين برضو هدهن وشهم بالسمن. وقبل ما ندخل الصينية لازم نكون مسخنين الفرن قبلها حوالي ب5 دقايق. بحطها على الرف التاني من تحت، بولع ارضية الفرن من تحت بس، ما بولعش الشواية. وبعد ما بياخد لون دهبي حلو من تحت بروح مولعة الشواية ومهدية عليها لحد ما ياخد لون دهبي من فوق. بياخد حوالي تلت ساعة في الفرن على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. اهم حاجة ما تعليش عليه الفرن علشان ما ياخدش لون بسرعة من غير ما يكون ما يستوي. شايفين التسوية ما شاء الله تحفة؟ شايفين مورق ازاي وهش ومستوي بجد تحفة، واخد لون حلو قوي قوي من تحت ومن فوق. واول ما بطلعه من الفرن طبعا بنسقيه بالشربات. اعملي الشربات بالطريقة اللي قلت عليها، استحالة يسكر منك. وشايفين الحشوة ما شاء الله متماسكة، استحالة تخرج من قلب الجلاش. بجد طريقته سهلة جدا جدا، والنتيجة ما شاء الله تحفة. يعني عملته كده عجب ولادي جدا، وعلى طول بعمله لهم بالطريقة دي كده. طريقة سهلة وبسيطة، وفي ثواني هتعمليه مش هياخد منك وقت. وزي ما انت شايفة كده ما شاء الله حلو قوي، واخد لون ذهبي حلو قوي من تحت ومن فوق ومورق، والحشوة متماسكة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.